السلام عليكم، مرحبًا. النهارده هنعمل مع بعض أحلى كيك ممكن تجربيه في البيت، وهو كيك الجزر. يعني مش هاقول لِك على طراوته وهيشانه، رائع جدًا، وده واضح أهو معانا. شايفة الملمس، شايفة طراوة الكيك بتاعنا. أنا طبعًا قسمته في قلبين، لإن أنا هاعمله تورتة. يعني أنا هاعمل من الكيكة البسيطة اللي إحنا هنشوفها مع بعض النهارده تورتة رائعة جدًا، مش هتتخيلي جمالها وطعامتها، وده بشهادة كل اللي جرّبوها وذاقوا الطعم. يالّا بينا نشوف مقاديرنا. أنا معايا 4 بيضات، طبعًا بيض حجم كبير، وطبعًا أنا دايمًا لمّا باحب أعمل الكيك باحب أفصل البياض عن الصفار، لإن ده بيساعدني إن الكيكة بتاعتي بتكون هشة وبدون أي استخدام محسنات. يعني فعلًا مش هاقول لِك على طراوة الكيك، أنتِ هتبقي خايفة وأنتِ بتشيليها لا تتكسّر معاكِ، لإنها طرية جدًا. هابتدي دلوقتي أجيب كمان البيكنج صودا بتاعتي، أنا هاخد منها معلقة ونُص بيكنج صودا، هاحطها على كوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق من الدقيق العادي اللي هو لجميع الاستخدامات، طبعًا بيبقى نسبة الجلوتين فيه قليلة، وهاستخدم معاه كمان بيكنج باودر، هاخد برضه معلقة ونُص، ودي المعالق المعيارية اللي هي المعلقة الصغيرة. هاخد منها معلقة ونُص. يبقى أنا دلوقتي حطيت البيكنج صودا وهاحط كمان البيكنج باودر على كوبايتين من الدقيق العادي، وكمان هانزل بمعلقتين صغيرين من القرفة، ده بيدّيني طعم وريحة جميلة جدًا للكيك بتاعنا. هنقلّب كل المكونات الجافة وخلاص كده تبقى جاهزة معانا، هنركنها على جنب وهنبتدي نشتغل مع صفار البيض. طبعًا صفار البيض هانزل عليه ب نُص كوباية من السكر البني، وهاقلّب الخليط كويس لغاية أمّا يندمجوا مع بعض، وبعد كده هانزل بكوباية من السكر الأبيض، هاخد نُصّها بس، النُص التاني أنا هاعينه هاعمل بيه البيض، يعني هاضرب بيه البيض إن هو هيبقى مارينج معايا، عشان ده اللي هيخلّي الكيكة بتاعتنا هشة وجميلة بدون استخدام مُحسّنات. وهانزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيلا، وهاقلّب تاني الخليط مع بعضه، بحيث إن أنا أوصل إن الخليط يبقى هش معايا. وهانزل كمان بكوباية وربع من الزيت النباتي، أيوه كوباية وربع، ده ما تقوليليش ده كتير، لأ هو على قد كمية الخليط اللي أنا هاحطه مناسب جدًا. وأنتِ هتشوفي ده لمّا هتعملي الكيكة وهتشوفي النتيجة في النهاية. هنقلّب كويس أوي بحيث إن أنا بقدر الإمكان إن أنا أدوّب السكر، ما يبقاش في أي تحبيبة من السكر. هابتدي دلوقتي أشتغل مع بويض البيض، هانزل عليه برشة من الملح، وهانزل عليه بباقي كمية السكر، باقي كمية الكوباية، يعني النُص الباقي منها. هابتدي أنزل بدفعات يعني على مراحل من السكر، وهابتدي إن أنا أضرب البياض لغاية ما أوصّله يعني الحجم الهش بتاعه اللي هو يشكِّل لي شكل منقار، ويبقى شبه المارينج الجميل اللي إحنا عارفينه. زي ما حضرتِك شايفة كده، ده طبعًا بيساعدني جدًا إن الكيكة بتاعتي تكون هشة، لإن أنا باضيفه في النهايات، فبيحافظ لي على الهوا جوّه الكيكة وبيطلّعها رائعة، وبدون استخدام أي مُحسِّنات. هابتدي دلوقتي أشتغل تاني مع خليط الصفار، هاجيب الخليط بتاع الدقيق بتاعي وهانزل شوية بشوية عليه وهاقلِّب لغاية ما يندمج الخليط مع بعضه. أنا استخدمت المضرب طبعًا على أول سرعة، يعني أقل سرعة فيه، لإن طبعًا أنا مش عايزة أنشّط الجلوتين في الدقيق، وفي نفس الوقت أنا مش هاخاف، لإن أنا كده هاضيف المارينج في النهاية، فهيساعدني إن الكيكة بتاعتي تطلع ناجحة. طبعًا الخليط بدأ يبقى سميك معايا، هابتدي أضيف بالتناوب شوية من المارينج عشان يخفف لي الخليط، وشوية من الدقيق. ودلوقتي هتشوفي النتيجة إن الخليط بقى ناعم وسَلِس معايا، زي ما حضرتِك شايفة كده. وطبعًا لو حضرتِك هتحطّي البيض كلّه مرّة واحدة كامل، يبقى لازم تخلطي البيض أو تضربيه مع السكر لمدة 10 دقايق، يعني هتطوّلي في مدة الخلط علشان تضمني إن البيض بتاعِك بقى هش جدًا، وإن هو يخلّي الكيكة بتاعتنا هشة. أنا بقى باستعوض عن الفكرة دي بإن أنا باخلّي البياض لوحده والصفار لوحده.
هابتدي دلوقتي أنزل بكوبايتين من بشر الجزر، وطبعًا ده الطعم الغالب على الكيكة بتاعتنا، ما أقولكوش على الطعم رائع يا جماعة والله، وهتدعوا لي لمّا هتعملوا الكيك ده مش هتصدقوا النتيجة، حقيقي يعني كيك ممتع، ممتع جدًا بشهادة كل اللي كلوه. معايا ربع كوباية من البيكان المجروش، طبعًا ده بيدّي له taste عالي جدًا وقيمة غذائية رائعة، وطبعًا ده كيك ينفع جدًا إن أنتِ تقدّميه سادة بدون ما تعمليه تورتة، تقدري إن أنتِ تعمليه بنفس الطريقة cup cake، تقدري إن أنتِ تعمليه تورتة، تقدري إن أنتِ تحطيه في صينيتين منقسمين عشان تقدري إن أنتِ تقطّعيه شرائح، تقدري إن أنتِ تحطيه في صاج كبير بعد كده بقاعدة الكيك تقدري إن أنتِ تقطّعيه دوائر على قد الكيك زي ما أنتِ عايزة، يعني بجميع الطرق تقدري إن أنتِ تستخدميه. أنا النهارده هاحطه في صينيتين قد بعض، وطبعًا مغلفاهم ومبطناهم بورق الزبدة، وهانزّل فيهم في كل واحدة نُص الكمية، وهاحاول بقدر الإمكان إن أنا أوازنهم زي بعض. وبعد كده هادخّلهم طبعًا على فرن سُخن على درجة حرارة 180 هيقعدوا معايا لمدة نُص ساعة، وطبعًا هاخبطها شوية عشان أخرّج الهوا من داخلها وإن السطح بتاعي يبقى مستوي. ما أقولكوش نتيجة رائعة، رائعة حقيقي يعني، وزي ما أنتِ شايفة لونه رائع، تسويته ممتازة. طبعًا هاسيبه لغاية أمّا يبرد ويهدى معايا، وبعد كده هابتدي إن أنا أشوفه زي ما حضرتِك شايفة، شايفة الطراوة، شايفة الطراوة في إيدي قد إيه، طري جدًا، جدًا وsoft جدًا، جدًا. طبعًا ارتفاع كل واحدة فيهم حوالي 6 سنتي، يعني هتعمل لي تورتة ممتازة. طبعًا هاقسّم كل قطعة منهم لشريحتين، وهتبقى سهلة عليّا في إن أنا أقطّعها، بعكس إن أنا أحط كل الكمية في صينية واحدة، وطبعًا مش هابقى ضامنة الفرن بتاعي، لكن الطريقة دي هتضمن لي إن الكيك بتاعي هيطلع مستوي تمام، ومش هيقعد معايا فترة طويلة في النار. زي ما حضرتِك شايفة شوفي بقى الطراوة بتاعته، وشوفي السُمك، وطبعًا الألوان الغامقة دي المكسّرات، يعني اللون الغامق ده المكسّرات اللي موجودة، حاجة رائعة جدًا. طبعًا دي أنا عملتها عشان هاعمل بيها تورتة لذيذة ورائعة، وهنشوفها مع بعض، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال اللي في النهاية هيطلع، حاجة ممتعة جدًا، وطبعًا بمكونات موجودة في أي بيت، وسهلة وسريعة، ونتيجة رائعة، وإن شاء الله تعجبكم. وإن شاء الله ما تنسونيش من الدعاء في صالح أعمالكم ليّا ولأمي الغالية بالرحمة والمغفرة، أكون سعيدة جدًا وممنونة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه.